السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين في كل مكان، يا أهلا وسهلا بكم. حلقة النهاردة إن شاء الله هتكون من حي عين شمس، من أهم شوارع عين شمس، شارع إبراهيم عبد الرازق. يعني إحنا كده موازيين لشارع أحمد عصمت على إيدنا الشمال، وموازيين لشارع منشية التحرير على إيدنا اليمين. التلات شوارع دولت تلات شوارع رئيسية، أولهم من شارع عين شمس وآخرهم جسر السويس. طبعا على جسر السويس برضو كل محطة، يعني محطة منشية التحرير ليها محطة على جسر السويس اسمها منشية التحرير. إبراهيم عبد الرازق ليه محطة على جسر السويس اسمها إبراهيم عبد الرازق. أحمد عصمت ليه محطة برضو على جسر السويس اسمها أحمد عصمت. فاحنا بنتكلم النهارده على ثلاث شوارع رئيسيه، ده غير شارع عين شمس، ده غير المنطقه الاثريه اللي احنا فيها النهارده، ده غير حاجات كتيره جدا جدا جدا. بس خلوني نطلع ونتفرج على الشارع. وقبل ما ابدا معاكم الحلقه، انا طالع بس حابب اتكلم معاكم كلمتين الاول بخصوص الحادثه اللي حصلت، او اتوبيس جامعه الجلاله اللي اتقلب و12 طالب توفاهم الله. طبعا يا جماعة معظم الحوادث اللي بتقع في مصر لو راجعت أسبابها هتلاقي مفيش سبب كبير واضح أو مسؤولية تقع على عائق مسؤول بعينه. لكن لو تعمقت في التفاصيل الصغيرة ووصلت كده خط ما بين بداية المشروع نفسه لحد الحادثة الكبيرة، هتلاقي مجموعة من الأخطاء الصغيرة لمسؤولين صغار جدا اللي اتجمعوا كلهم علشان في النهاية يحصل الخطأ الكبير اللي كلنا شفناه وراح فيه تلاميذ صغيرين، ربنا يرحمهم يا رب. طبعا مجموعة الأخطاء الصغيرة دي نسبية جدا، كلها بتتجمع مع بعض كده علشان النتيجة في النهاية تكون نتيجة كارثية. بس احنا ممكن نعمل حاجة جميلة جدا، احنا ممكن نتخيل مع بعض كده الأسباب الصغيرة الكتير اللي أدت في النهاية إلى الحادثة اللي حصلت دي. يعني نفترض سوا كده من خيالنا الأسباب دي اللي بتتكرر كل يوم. هنقول مثلا المهندس اللي مضى ضمن مهندسين كتير على افتتاح الطريق السياحي قبل نشر الخدمات ووحدات الطوارئ وتركيب الرادارات وخلافه عشان ياخد السكسي من مديره كده. إدارة الرادارات اللي مهتمتش بتركيب رادار على الطريق ده علشان طريق جديد وفاضي وقليل جدا اللي بيعدوا عليه ومش هيجيب تمنه دلوقتي. موظف الإشراف على تركيب شبكات الاتصالات اللي المفروض برضو يغطي المنطقة دي، بس مديره على خلاف مع شركة تانية عايزة تاخد هي التاسك ده، فالطريق مش متغطي. مهندس المساحة اللي عمل مسح طبوغرافي سريع وعشان يخلص شغله ويروح بدري أو عشان قرشين زيادة، فإيه وافق على إقامة المشروع وحدوده هنا. الوزير اللي انتهى من بناء الجامعة والتعاقد مع المعلمين وافتتاحها بأسرع وقت ممكن علشان الديدلاين قبل اجتماع مجلس الوزراء القادم كمان أسبوعين. المقاول اللي استخدم أسفلت من النوع العادي المنزلق على طريق منحدر بدل ما يفتح الميزانية جديدة كده وقال يلا اهو، يعني كده ايه اهو بيوفر للشركة. عامل عربية فرد الأسفلت على الطريق اللي تجاوز الجزر الصغيرة في طريقه، واخد بالك، تجاوز الجزر الصغيرة في طريقه وبقى في نقط أعلى من التانية عشان بس ينجز ويلحق برضه يروح في النور. المشرف اللي ساب العمال تتعامل في تقفيل الطريق ويعني ايه وانجز يلا انجزوا النهارده عشان يلحق فرح ابن عمه مثلا وليكن في دمنهور مثلا. موظف اليوفط اللافتات اللي لسه ما خلصتش او اللي لسه ما خلصت اتفاقه مع موظف الخرايط على تعليق 10 لافتات بدل 8 علشان الميزانية، لا تسمح ومتفقين ينزلوا يوم مع بعض لدراسة الطريق لما يخلصوا تاسكاتهم كمان عادي جدا يعني. موظف الخدمات اللي وافق على شركة توريد باصات بعينها عشان عرضها كان اعلى شوية من الشركات المعتمدة التانية. شركة الباصات اللي دفعت بأتوبيسات تستوعب أكبر عدد من الطلاب عشان توفر بنزين بدل ما توفر ميني باصات تنفع لطريق سياحي منحدر زي ده. مقاول البناء اللي ما انتهاش لسه من سكن الطلاب التابع للجامعة مع إن الجامعة اتفتحت ولسه قدامه سنتين كمان ولا حاجة على ما يخلص المساكن. القرى السياحية اللي استغلت موسم الشتاء في فتح شاليهاتها للإيجار للطلاب المنتسبين للجامعة وحطتهم في خطر يومي انهم كل يوم لازم يركبوا رايح جاي على طريق سياحي سريع. موظف الإنارة بتاع عواميد النور التابع للمحافظة اللي مديره قال له رشد استهلاك ووفر
وفعلا وفر ينور الطريق لانه طريق جديد مفيش حد بيعدي عليه ومحدش بيشتكي. كمان السواقين اللي بياخدوا منشطات عادي جدا علشان يقدروا يعملوا 4 شيفتات سفر يومية من غير نوم علشان يسدوا اللي عليهم ويجيبوا تمن العربية. السواق اللي عارف اماكن الرادارات فبيهدي قبلها وبيسرع بعدها علشان يلحق الشيفت اللي بعديه. عامل الصيانة اللي بيعدي العربية بزيت وقطع غيار مستعملة عشان يطلع له قرشين من فرق بيع القطعة الجديدة ومش همه صلاحية العربية من عدمها. السواق اللي دفع لأمين الشرطة في المرور 500 جنيه عشان يطلع الرخصة من غير اختبار ويعدي الفحص عادي جدا. موظف المرور اللي عدى السواق من إلزامه بشراء معدات الطوارئ وطفاية الحريق اللي هي ب1500 جنيه علشان خاطر 200 جنيه اتحطت في جيبه. وغيرها طبعا أسباب صغيرة كتير ممكن تكون حصلت بالفعل أو شبه كده. حاجات صغيرة تافهة بتحصل يوميا بتخلي يعني تخيل كده، تخيل معايا عزيزي المشاهد كده، كل شوية واحد يخش يدي نفخة صغيرة كده ويسد، نفخة صغيرة وتسد، نفخة صغيرة ويسد، بتتراكم كلها لحد ما البالونة في النهاية بتفرقع. السؤال بقى، مين اللي هيحاسب على المشاريب دي كلها؟ الموظف الفلاني ولا السواق العلاني ولا المسؤول الترتاني؟ وكيل الوزارة؟ طيب النقل هيتغير؟ طيب المنظومة كلها هتتغير ولا هتفضل زي ما هي بعشوائيتها كده وفهلوتها واخطائها البشرية المعهودة لحد ما تحصل حادثة تانية اكبر من دي؟ طب والحل ايه عشان نتجنب القصة دي؟ مادام قدامنا سنين لحد ما المنظومة دي تتحول الى الآلة زي ما دول العالم بتعمل دلوقتي، يعني نعمل ايه؟ يعني انا اظن ان الحل الوحيد دلوقتي والسريع هي الرقابة على كل حاجة. حل البلد ده يا جماعة الوحيد هو الرقابة على كل شيء. القانون الرادع اللي هيخلي المواطن ما يرميش عقب السيجارة اللي بيسبب الحريقة، وهيخلي برضو الكهربائي يربط السلك كويس قبل ما يمشي ويعمل ماس كهربائي. هيخلي المقاول يسلم شغله كامل مش ناقص فتفوتة لو عرف ان هو هيتحاسب. هيخلي تاجر الجملة يبيع الحاجة بسعرها مش مكتوب على الكيس 10 جنيه ويبيعها للبقال ب11 جنيه والبقال يبيعها لنا ب15. هيسعر العربية المستعملة بسعرها الحقيقي مش بغلاوة العربية عند صاحبها. هيخلي الحي ينزل يشوف شغله مش يعمل لقطة ويصورها ويقبض من المخالفين. راقب يا باشا، راقب وعاقب يا باشا، راقب وعاقب لو عايز البلد دي تتعدل. ورحم الله اللي راحوا وسبقونا، الله يرحم الجميع. بعتذر لو طولت عليكم، بس دول كانوا كلمتين كانوا لازم يتقالوا، لان يعني منظومة غلط والحسابات كلها غلط، والفساد بادئ من تحت، من العمال، من عمال الصيانة، من المهندسين، مش من فوق بس يا جماعة. الفساد جاي من تحت، من تحت قوي. كل واحد عايز سبوبة، كل واحد عايز يعمل مصلحة، كل واحد مش فارق معاه الناس، مش فارق معاه مين يعيش مين يموت. المهم ان الاتوبيس يخرج من الجراج وخلاص، يعطل في الشارع ما عندوش مشكلة، المهم ان هو يخرج من الجراج. انما لو ما خرجش من الجراج دي وفي عطل وما تصلحش بقت مشكلة. يركبوا قطع غيار مش جديدة، مستعملة، يشيل من اتوبيس ويحط في اتوبيس، يشيل من اتوبيس ويحط من اتوبيس ويكتب في الدفتر ان هو غير جديد. اعتقد ده كله محتاج رقابة، محتاج المسؤولين تراقب، فعلا الناس محتاجة مراقبة. مبدئيا انا خلصت الكلمتين اللي عندي، واتمنى ان يكون الكلمتين استفدنا منهم بحاجة. ودلوقتي يا جماعة احنا في شارع ابراهيم عبد الرازق، وانا كنت طالع النهاردة اكلمكم عن شارع ابراهيم عبد الرازق اللي انا معرفش عنه اي حاجة يعني غير ان هو كان ممثل مصري في فرقة شيرين وعمل ادوار وكده، يعني بقى مش عارف ليه سموه على اسم الشارع. المفروض كان يعني بطل قومي، بطل مغوار كده، يتكتب باسمه شارع ابراهيم عبد الرازق. ولو اني ربك والحق شارع ابراهيم عبد الرازق ما كانش ينفع عليه غير اسم ابراهيم عبد الرازق بصراحة، واحمد عصمت. ان شاء الله الحلقة الجاية ننزل نتفرج مع بعض على شارع احمد عصمت. شارع جميل جدا بس زحمة موت جدا، وعلشان تدخله لازم تدخله من شارع جسر السويس، من على طريق جسر السويس كده عشان تنزل احمد عصمت. احمد عصمت طبعا جاي من على جسر السويس لعين شمس، انما ابراهيم عبد الرازق اللي احنا بنصور منه النهارده ده بيبدا معاك من شارع عين شمس لجسر السويس، هو اتجاه واحد، يعني واحد رايح على جسر السويس والتاني راجع من على جسر السويس.
طبعا دلوقتي احنا في ابراهيم عبد الرازق، والشارع ده مكمل معانا كده لغايه جسر السويس. وبما ان الشارع وقف، نتفرج بقى على العماير وعلى البيوت، ونتكلم مع بعض برضو عن صاحب اسم الشارع ده. اهو الطريق مشي. ابراهيم عبد الرازق. ابراهيم عبد الرازق يا جماعه اتولد سنه 1942 وتوفى سنه 1987. وزي ما قلت لكم من شويه، هو كان ممثل مصري، اخذ الثانويه العامه من مدرسه المنصوره، وكان الكلام ده كان سنه 67، وما كملش مشواره التعليمي لان هو كان بيهوى التمثيل من الصغر. من اشهر الافلام اللي عملها فيلم عنتر شايل سيفه، والمخطوفه، وتمن الغربه. يعني زي ما كان متألق في الافلام كده، برضو كان متألق في الدراما في التلفزيون. يعني شارك برضو في اعمال لغاية وفاته في اواخر الثمانينات. يعني كان ليه بصمة بصراحة وحضور ملفت قدام الكاميرا. عمل ادوار شر في اغلب اعماله باتقان شديد جدا واداء خاص جدا جدا جدا. يعني ابراهيم عبد الرازق يا جماعة من مواليد 1 يناير سنة 1942، وتوفى في 1 يناير سنة 1987. ده كان الملخص عن حياة إبراهيم عبد الرازق، صاحب اسم شارع إبراهيم عبد الرازق. وزي ما احنا شايفين شارع إبراهيم عبد الرازق شارع جميل جدا، شارع رئيسي هام جدا في عين شمس أو في حي عين شمس. وطبعا عين شمس يا جماعة مقسومة لمنطقتين: عين شمس الشرقية وعين شمس الغربية. عين شمس الشرقية تابعة لحي عين شمس واسم عين شمس. عين شمس الغربية تابعة لحي المطرية واسم المطرية. طبعا اللي فاصل عين شمس الشرقية عن عين شمس الغربية خط مترو المرج حلوان، ده اللي قاسم عين شمس نصين. طبعا عين شمس مساحتها 17 كيلو متر. عدد السكان اللي فيها او اللي قاعدين في حوالي 5 كيلو متر، وفي 12 كيلو متر فاضيين في عين شمس. بالنسبة للإزالات اللي بتحصل في بيوت إبراهيم عبد الرازق والكلام ده يا جماعة، لحد دلوقتي يا جماعة مفيش أي إزالة رسمية في شوارع عين شمس إلا في الطريق الجديد بس، اللي هو الطريق اللي جنب محطة مترو عين شمس. والطريق ده بصراحة اتعمل في وقته. اولا شارع عين شمس شارع بايظ جدا، شارع مكسر جدا، شارع كله مدقات وطوب وحصر، وشارع الشارع مش مظبوط اصلا، غير صالح للاستخدام الادمي مش للعربيات. فالطريق اللي اتعمل الموازي لشارع عين شمس ده طريق جميل جدا، من اول محطة عين شمس ولغاية حلمية الزيتون ما تاخدش 5 دقايق. انما لو من على شارع عين شمس هتاخدها مثلا في سكة تلت ساعة، 25 دقيقة. مع الطريق مكسر فهتمشي على مهلك، مش هتجري طبعا، حفاظا على العربية وعلى عفشتها وعلى الناس اللي بتعدي الطريق ومش واخدة بالها، غير الزحمة، غير المدارس، غير حاجات كتيرة جدا. فالشارع اللي ورا ده بصراحة الموازي ده هو ده يعني ده كان معجزة بصراحة، ده أثر الدنيا خالص. مع ان الشارع رايح جاي ومفيش رصيف في النص. يعني برضو انت ممكن حد جاي في وشك ما ياخدش باله منك، حد يكون نور العربيه بتاعه بايظ ما تشوفوش ومخبط فيه، عيل معدي ما يعرفش هيبص يمين ولا يبص شمال. برضو الشارع ده محتاجين ان احنا نعرف هو الشارع ده اتجاه واحد ولا اتجاهين. يعني لو اتجاه واحد يبقى نحدد الاتجاه بتاعه ونوقف عسكري امين شرطه يهدي الدنيا. انما لو الشارع اتجاهين يبقى نعمل رصيف في النص عشان كل عربيه او يعني العربيات تبقى عارفه حدودها فين. انما سداح مداح كده برضو هتحصل كوارث. انما لحد دلوقتي يا جماعه مفيش اي ازاله رسميه في شوارع عين شمس، مفيش غير في الطريق الجديد اللي انا قلت لك عليه دلوقتي من شويه، اللي هو بجوار محطه مترو عين شمس وبس. مفيش ازالات تانية في عين شمس لحد وقتنا هذا، مفيش. اما بالنسبه بقى لموقع منطقه عين شمس او حي عين شمس، فهي موجوده في شرق القاهره. احنا دلوقتي كده بنطل على مصر الجديدة والمطرية ومدينة السلام. تمام كده. حي عين شمس يا جماعة من أعرق أحياء القاهرة ويعني بيشكل جزء من مدينة هليوبلس القديمة اللي هي مدينة أون. هنا في العديد والكثير من الآثار المدفونة. الحي هنا كان مليان بالقصور، وقصر الأمير يوسف كمال اللي صور فيه عبد الحليم حافظ أحد أغاني فيلم الخطايا،
وهو كمان مذكور في شعر الشاعر احمد شوقي اللي الفه اثناء نفيه في اسبانيا. كمان هنا في عين شمس في منزل الامام المجدد محمد عبده اللي وصى بتحويل بيته الى مدرسة تحمل اسمه. كمان في شارع الشهيد احمد عصمت، شارع احمد عصمت اللي هنتفرج عليه الحلقة الجاية ان شاء الله. اوله من على جسر السويس كده هنلاقي مزرعة الزهراء لتربية الخيول العربية الاصيلة، ودي مزرعة عالمية كانت من املاك الملك فاروق، موجودة لحد وقتنا هذا وهنشوفها في الحلقة الجاية ان شاء الله. كمان موجود في عين شمس الشرقية اللي احنا فيها النهاردة عدة مناطق زي احمد عرابي ومساكن عين شمس ومصطفى حافظ واحمد عصمت والشارع الجديد ومساكن حلمية الزيتون ومدينة الزهراء. وموجود كمان يعني احنا كده نعتبر احنا تبع النزهة الجديدة. يعني عين شمس الشرقية بتتبع لسنترال عين شمس واسم عين شمس، وجزء منها تابع لمنطقة النزهة، وموجود فيها حديقة 6 أكتوبر للقوات المسلحة اللي هي برضو موجودة على جسر السويس. حي عين شمس يا جماعة من أوائل المناطق اللي دخلها الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي دخل هنا في عين شمس سنة 1985، من أول المناطق اللي دخل فيها الغاز الطبيعي. طبعا عين شمس بيمر منها محطة مترو الأنفاق وكمان خطوط النقل العام والميكروباصات وكله. طبعا دلوقتي أنا موجود في السوق بتاع إبراهيم عبد الرازق، ده سوق يا جماعة، اللي قدامنا ده سوق. طبعا انا مش واقف بمزاجي، العربيه تقلت بس، فانا واقف بس شويه كده ايه يعني ببطلها 5 دقايق او 3 4 دقايق مثلا او دقيقتين، وبرجع ادورها تاني بتفوق معايا. المشكله دي انا مش عارف سببها ايه، اكيد دي مش مشكله في الفتيس، دي مشكله في الكهرباء. يعني لو حساس هيعطل مش هيشتغل، حاجه في الميكانيكا تعطل مش هتشتغل، انما ان انت يحصل عطل عندك العربيه تتقل تبطل وتدور تظبط معاك، دي كده مشكله في الكهرباء. ايه هي الله اعلم. ان شاء الله لما اروح التوكيل هعرف وهقول لكم، عشان لو حد عنده نفس المشكله يعرف المشكله سببها ايه. كمان انت عندك هنا في المطريه في حي عين شمس عندك كليه هندسه المطريه دي في ابراهيم عبد الرازق، معرفش انت خدت بالك منها في اول الشارع ولا لا. وعندك كليه تكنولوجيه، دي كذا كليه في بعضيهم. عندك فيها معهد صناعي وتجاري ومعماري وبصريات. كمان عندك في الحي برضو هنا مركز بحوث الصحراء، معهد مندوبين الشرطة. طبعا اسم عين شمس يا جماعة أطلق على ثالث أقدم جامعة مصرية وهي جامعة عين شمس. وزي ما قلت لكم من شوية ذكر حي عين شمس الشاعر أحمد شوقي في شعره لما كان منفي في أسبانيا، وألف قصيدة عن الحنين لمصر وذكر فيها حنينه لبيته في عين شمس. ودي يا جماعة كانت حكاية حي عين شمس، وتحديدا شارع ابراهيم عبد الرازق. طبعا اخر الشارع اللي انا فيه ده شارع شارع احمد عصمت. انا كده خارج من شارع ابراهيم عبد الرازق، خرجت منه خلاص. ودي البيوت بتاعت الشوارع الجانبيه، شوارع جميله جدا. طبعا زي ما احنا شايفين كده دي ركنات، دي جراج على ايدنا الشمال جراج وعلى ايدنا اليمين برضو جراج. واخر الشارع ده شارع احمد عصمت. طبعا هنتفرج عليه ان شاء الله برضو في الحلقه الجايه، ان شاء الله نصور الشارع ده شارع احمد عصمت ونتفرج عليه الحلقه الجايه، ونتفرج على الزحمه. وعلشان نسلي نفسنا في الزحمه هنتفرج على مزرعه الزهراء، المزرعه اللي في وشنا يا جماعه دي. اخر الشارع ده السور ده سور مزرعه الزهراء لتربيه الخيول العربيه الاصيله، ودي مزرعه عالميه زي ما قلت لك من شويه من املاك الملك فاروق ولسه